أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. مرحبا بكم في هاد لاشين ديال الاي اي. تندير مواضيع ديال الاي اي. واحد الموضوع خطير بزاف. نعطيكم العنوان ديالو غادي نقراوه، كل واحد غادي يعطينا الرأي ديالو. نجلس مزيان، خاصني نشري هذيك الكرسي ديال الجيمر. ما عليناش. الذكاء الصناعي والسلم الاقتصادي. كل مرة كتبان شي ثورة تكنولوجية كبيرة بحال هادشي ديال الذكاء الصناعي اي كتعطينا فرصة باش نعاودو نبنيو العالم من جديد. هاد التكنولوجيا مجهدة بزاف وجالسة كتقيس دول اللي هي اللي هي غنية مرفحة، الدول ترويجة في نفس الوقت. ايوا، كيفاش نديرو باش هاد الاي اي ملي يطحن الملايير د الفلوس يعاون كاع الدول تزيد لقدام؟ تعالوا نشوفوا كيفاش. راه الصوره واضحه، قال لك هاد الاي اي هذا ما خصوش يعاون غير الدول الغنيه بحال امريكا اللي عندهم الميكروسوفت وعندهم شات جي بي تي وعندهم هاد جوجل، هذا جيميناي والعائله ديالو عندهم الى اخره، ولا ما يطع فيسبوك دا اغلبيه جايين عندهم. انا كندوي كذكاء صناعي. هادشي ديال الذكاء الصناعي هادشي ديال بحال شات جي بي تي وهادشي ديال الاوتوميشن وكذا، وعندهم بزاف. وشنا هو هما عندهم ديب سيك وعندهم. وفرنسا تيرت ما مشيش بعيد. دابا نهضروا على هذا الموضوع هذا. قال لك كيفاش الذكاء الصناعي يعاوننا حنايا دول العالم الثالث معاهم هما. شحال هادي كاين واحد الطريق واضح مجرب بحال شي سلوم. بزاف الدول يلا باديه زعما داروه ونجحوا فيه باش يعلموا شعبهم الصنعه وطلعوا العاقه. بزاف الدول كتبدا في السفلي من المنتوجات الفلاحيه البسيطه وتصدير الخضره والغله. من بعد كطلع الليفل الثاني، يعني السلم الدرجه الثانيه ديال المعلم، ديال المعامل، الخياطه والتكستيل. وما عرفتش التكستيل هي داكشي ديال تا في هادشي اطار ديال الخياطه وهادشي هذا. ملي الشعب كيجمع شويه ديال الصرف، الصحه ديالو كتزيان. اش من صحه كتزيان خلاها ما عليناش، حنا كنهضروا على الاقتصاد. كيطلعوا لجميع القطع البلاستيكيه الرخيصه. شي السيستم ديال الاقتصاد كيبدا من لاباز، من الفلاحه شويه داكشي د الخياطه شويه. المهم راه الفكره واضحه. جميع آه جميع القطع البلاستيكيه الرخيصه، من بعد جميع الالكترونيات البسيطه. الالكترونيات البسيطه داكشي ساهل، بحال داكشي ديال الراديو، بحال داكشي ديال بحال هكا مثلا ميكروفون، بحال مسجله، بحال شي حاجه بسيطه كتجمع ماشي صعيبه. الالكترونيات البسيطه. حتى الالكترونيات المجهده. الالكترونيات المجهده هي ديك الالكترونيات الصعيبه بحال اللي كتصايب ديك الشركه ديال انفيديا وداك الشيء تيبغي تخدم بالمليمتر. داك الشيء صعيب بزاف، بحال داك الشيء ديال الاقمار الصناعيه، بحال داك الشيء ديال هذيك الاشعه، بحال داك الشيء تخدم بواحد الطريقه دقيقه وعنده واحد الالات غاليه توصلوا لها الدول المتقدمه. باقي حنايا ما وصلناش هادشي الالكترونيك، وربما حتى لجميع الطوموبيلات وهي غاديه. المهم هاد الدريجات دقه دقه هما اللي كيخليو الدول الدرويشه تولي دوله متقدمه. اوكي، دابا الفكره واضحه، فكره فهمنا الاقتصاد كيبدا فلاحه كتا كتا كيطلع حتى كتولي صعيب. هاد الالكترونات وهاد الشيء هذا اللي هو صعيب تيبغي ماتيريال غالي. نرجعوا هذا تكست ديال كما قلت لكم ديال التوك شو. هو التوك شو الاسم ديالو اندرو انشي. هي التصويره نتاعو. اللي بغا يدخل كما قلت لكم راه كاينين 4 ديال لي ويك. انا دوزتهم ب4 او ويك واحد، ويك جوج. الويك هي سيمانه، دوزت 4 ديال السيمانات. ما عليناش. ولكن المشكله الكبيره اللي غايدي انا ريب السلوم ودار المنقازه هي الطرامبلان. اسمع الفكره وشنو بغا يقول. قال لك ولكن المشكله الكبيره اللي غيديرها الاي اي هي ان الدروج تحتاني السلوم وما اكثر حاجه سهله يطحنها الذكاء الصناعي بالاتماته. الاتماته المجهده. الاتمات هي الاوتوميشن، شي حاجه اللي كتبقى كتعاود كتعاود كتعاود
تيخليو الذكاء الصناعي هو اللي غيديرها. ملي المعامل والفلاحه غيوليو خدامين بالروبوهات، بنادم الدرويش ما غيبقاو وليه فرص فين بدا يتعلم باش يطلع في السلم. الدرجه الاولى غيحيدوها تنقص نيشان، الدرجه الثانيه هادشي دابا هما اللي تيقلبوا. الا كان الاي اي جالس كيهرس هاد الدرج التحتانيين، خصنا بزاف نردوه بحال شي منقازه ترومبلان اللي تخلي الدول تنقز نيشان اللايف المجهد الفوق الفوق زعما ينقص. ما بقاش لي انا لاصق ليا فيه. هما باغيين يبداو. اما الاي اي انا صراحه كنشوفو كوجهه نظري، انا خدام في مثلا في الشركات الكبار. الشركات الكبار تما راه تيخدموا بالاي اي بحال ديال السيارات ديال، شوف ديك الليفل اللي تيقول لك ما متقدم تيخدموا به، ولكن هما قال لك نركزوا به في الدرجه التحتانيه الاولانيه باش ننقصوا. انتم غادي تفهموا الفكره دابا كيفاش دايره. نعطيكم بالامثله، ماشي انا كنهضر معاكم عن فراغ. هذا راه دكتور ولي صايبات الشهاده كيعطيوش. نتوما عطيونا الاراء ديالكم كيفاش هذا البلان هذا في التاريخ. شحال من دوله درويشه بنات باللي تقدر تنقز بينات لهم زعما باللي تقدر تنقز فوق الدول المرفحه كتنقز. كيفاش انتم سميتها ليب فروك وش دوز للمستقبل نيشان. مثلا في الامريكان كان عندهم السيستم القديم ديال الخيوط التليفون، تليفون الحاد مفرق في كاع الديور، وملي خرج البورطابل تعطلوا باش يتبدلوا. في المقابل دول بحال الصين والهند ما ضيعوش الوقت يبنوا خيوط ونحاس نقزوا نيشان التليفون لاسلكي والريزو وكذا. قال لك هما كيستغلوا الفرصه ديال الدوله اللي هي متقدمه، حفروا الحيوطه والسلوكه وكذا وهادي باش يدوزوا البورطابلات كذا هادشي في السبعينات ولا ما كتجي واحد الفكره مثلا بحال ديال التليفون غير بالريزو. حنايا كدول العالم الثالث كناخذوها نيشان هي، حنا ما حفرنا لا حيوطه ما درنا لا كذا. كاين واحد الفئه ديال الناس لاباس عليهم كيديروا هكا، ولكن ما كان نتغمسوش في هادشي بزاف. يعني حنايا كنربحوا. هادي كواحد الحاجه مهمه بالنسبه لينا. انا متفق معاه في هاد الفكره هادي. اوكي، فين بقيت؟ فين بقيت البسيطه الخضراء على الخيوط التليفون حال. الديورهم اللي خرجوا بورطابلات كما قلنا دول بحال الصين والهند ما ضيعوش الوقت ويا كذا وكذا وكذا ونيشان تليفونات لاسلكيه ولا بالهواء. نفس البلان واقع دابا. الخلاص في التليفون. اسمع الخلاص في التليفون. الدول اللي عشان عندهم الفلوس دول العالم الاول عندها سيستم قديم ديال الكارطات البلاستيك والبنكاش مطلعوها. والدول اللي عاد بناش لقات اللعب واجد وطارت بالخلاص ديال الكي ار كود. ديك اللعيبه ديالك كتخدم بالتليفون نيشان نتايا كتجبد ديك الكي ار كود باقي تخلص به تدوز حيد. وما قالك باقي عندهم ديك لاكارطاج وديك الماكينات راه عندهم حتى هما الكي ار كود، ولكن باش يحيدوا هادشي يبدلوه راه كيكونوا هما توغلوا جابوا ماكينات غاليين والخيوطه وداكشي مانستالي وكذا. فهمتي كيلقاو مشكل انهم باش يحيدوا هادشي هذا ويديروا هذا. حنا منهم كناخذوا نيشان الكي ار كود كنخدموا به. التليفون حيت ما عندهاش شركه قدام معشين كما قلنا ومقيدين شركه قدام داخلين لا في السيستم. حتى في القرايه اونلاين الدول اللي ما عندهمش مدارس بنايات وتخان جالس كطير بالقرايه في النت دابا بالزربه. حتى هما عندهم مدارس كبيره وكذا وهادي باش يدخلوا هادشي ديال الاونلاين ضرب لهم ديك المدارس الكبار كاملين بالزيرو كتجيهم شويه صعاب. هذه الفكره اللي باغي يوصل. قال لك ان راه باينه الدول المتطوره راه كينفعونا حنايا دول العالم الثالث كناخذوا عندهم داكشي الزوين داكشي داروه وكذا وكذا قدام كناخذوا نيشان الحاجه الزوينه ونخدموا بها. اللهم بارك وزيد في ذلك. الخطه النقطه الثالثه اللي تطرق لها فيه تخصص في الفيرتيكال ديالك. الامريكان هي اللي هاربه دابا في الاي اي العام وتابعها الصين والبريطانيا وكندا والهند وكوريا، ولكن اللعب عاد بادي وكاع الدول عندها فرصه. النصيحه دابا كيعطينا النصيحه ديالو كامل عندنا فرصه في الذكاء الصناعي ماشي هذيك الدول. اسمعوا النصيحه ديالو. النصيحه ديالو
الدول الباديه هي ما تمشيوش تنافسوا في الماتش القديم، ما تحاولوش تصنعوا محرك بحث بحال جوجل. هذاك ماتش العقد الماضي سالات الكتابه ديالو طلعات. تخصص مقابل الا كنت شي بلاد واعره في شي مجال متخصص، مثلا بحال انتاج القهوه مثلا، خصها تصنع اي مخصص غير في القهوه ديالها. هكا تزيد تقوي الحاجه اللي هي اصلا واعره فيها وتطير على العالم كامل في التخصص ديالها. حنا مثلا في الفوسفات، حنا مثلا في ديك السدود اللي كنصايبوا ديال هكذا. المهم داكشي حنا اللي واعرين فيه، حنا اللي واعرين فيه في المغرب. الفلاحه عندنا واعر، نطوروا فيه، نشوف داكشي بعيد، نتخصصوا غير في هادشي، ما نبقاوش نقزوا لا حنا غنصايبوا واحد اللعيبه ديال هادي باش نفوتوه، نركزوا غير على هادي. والحكومات والقوانين دابا هنا فين كاين اللعب في الاخير. الشركات بين الدوله والشركات الكبار، الدوله والشركات الكبار تيديروا ديك النيغوسياسيون كيهضروا، حيت كاين حتى واحد الطرف ديال المواطن هي اللي غتسرع هاد البلانات في المجالات الحساسه بحال الصحه، الموبيلات، بلا شيفور، الفلوس. خاص الحكومه تحط قوانين ذكيه تحمي المواطن بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت تخلي التكنولوجيا تزيد لقدام بلا عراقيل. خوت انا راه كنهضر معاكم منين حاط جيمينا كنجاوب، انا راه ماشي من داك النوع ديال الناس نجبد لك موضوع ونبقى نكتب وكذا وبقى داكشي اللي كيقول لي وبدا نعرض عليكم ونقطع وكذا. داكشي اللي كاين تنبارطاجيه معاكم، واللي عنده شي تساؤل يقولوا هنايا. من ناحيه القوانين كنقرا قانون، من ناحيه الذكاء الصناعي شي فكره ما عجباتوش. وخاص الدول تستثمر في التعليم، حيت الاي اي باقي جديد في العالم ومازال ما وصلش للنضج الكامل. كاين الوقت فين تفر فين نقري ولادنا ونصنعوا جيل مجهد يشارك في هذا العالم الجديد. في هذا الوقت دروينه ديال التكنولوجيا، القياده هي كل شيء. بحال كيفاش الامريكان تقوى في حكومتهم شحال هادي باش يصيفطوا بنادم للقمر ونجحات. كاين اللي كاع ماشي امن بهم كاع مشاو للقمر. دابا خاص قياده في الحكومه والتعليم باش ندخلوا العاد الاي اي ونطلعوا الشعب الفوق. وتصوتوا عليا خوتي باش ندخل لكم الاي اي نضحك معاكم. ما عليناش. هاد الدكتور هذا اللي صايب وباقي غادي نديروا مراجعه على الدروس ديالو زويون باش نفهموا الاي اي بالحقيقه نتاعو. علاش ركز بالضبط في السلم التحتاني؟ علاش ما ركزش صناعه السيارات، صناعه كذا يدخلوا لهم الاي اي؟ حيت تما كاينين مهندسين واعرين، ناس قاريه كذا باغيين يبداو بالطبقه التحتانيه. والطبقه التحتانيه الفلاحين وكذا وهادو ديال الخياطه وكذا هادو كيكونوا غالبا الناس ما قاريينش، فهمتي؟ خصهم صراحه يقراو ويفهموا في هاد الشيء هذا. صراحه انا الراي ديالي، حيت الا بغاو يبداو راه غيبداو من التحت. راه اي حاجه تبدا من السلم، من الرجل التحتانيه. هادشي اللي كاين، وهذا هو الموضوع ديالنا اليوم. وندخلوا نديروا شي رياكسيون خفيفه لا بغيتو، ما كاين ما يدار. اول رياكسيون عندي اقسم بالله على هذا، الا كان شي فويس زوين راه عندي هذا الميكرو هذا بحال دوك ديال اللي عنده شي حاجه باغي يبدلها، اللي عنده شي حاجه قديمه بغى يبدلها بشي حاجه جديده. يلا يلا يلا، عنده شي مهرس قديم ياخد شي مهرس جديد، تليفون قديم تليفون جديد. الحلقه الكامله الماسينري هذا كيطيرني هذا خونا هذا. حتى عنده واحد الافكار. بسم الله الرحمن ولاش عنده 121 جيم. محب يا محب شو ولا عندهم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصلاة والسلام. وبعد موضوع ما علاش بقاوش يديروا ديك الخواشم هنايا في الدين؟ شنو دايرين في ديك الخاتم يا صاحبي؟ شي داروا بزاف قبول واقيلا. انا باش نامنوا حنا كاع. شي اللي عنده قبول عنده قبول من عند الله. اللي عنده قبول هو اللي قلبه بيض. قبول قلبك كيكون بيض. اللي انا خاتم هنايا ديك الخاتم بقى يحيد عليه الاشرار. لا هادي والله ماشي يديروا. حنا المغرب اللي عندنا الاشرار قبول. وما وقع عيط لا عيط اليوم ضرب الجماره. ايش ما بقى فيا ما يهضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.